يا صباح الفل عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده صحيت الصبح بقى مش عارفه اعمل اكل ايه، فقلنا نعمل اكله كده كلنا بنحبها سريعه. الاكله دي كلنا بنحبها. آه اول حاجه حطينا بصلتين على النار مع حته زبده ومعلقه زيت، وابتديت احمر بقى كده في البصل. بديله بس تصفيرة كده يصفر بس البصل، وحلة تانية على النار المية بتغلي. اكيد طبعا كلكم بقى عرفتوا الاكلة دي هتبقى ايه. على ما المية تغلي اكمل بقية البصل كده، يا دوبك اصفر بقى كده كويس اهو كده خلاص، عشان مش بحبه محروق اوي. يعني يا دوبك البصل يصفر، وممكن تحطي البصلايه ني كده. سقطت المكرونه، اكيد بقى كده خلاص كلنا عرفنا الاكله دي ايه. كده حطينا المكرونه تتسلق اهي على النار لحد ما تتسلق بقى. نكمل بقيه الاكله بتاعتنا كده. خلاص البصل احمر اهو. أكلة سهلة وسريعة وكلنا بنحبها بصراحة، ولادي على طول بيحبوها يعني، وبتنجز معايا بصراحة. أنا نقلت البصلة في حاجة تانية أكبر، عشان كنت محتاجة الحلة ومكنتش هتكفي اللحمة، فنقلتها في حاجة تانية. أسيبها بقى كده تفك كده وتتشوح في البصلاية تشويحة كده حلوة. وبعدين ابتدي بقى احط لها ايه التتبيله بتاعتها: ملح وفلفل وكمون وبهارات وبصل بودر توم بودر. التتبيله اللي بتحبيها. في ناس ما بتحبش تتبيله مع اللحمه المفرومه مع العصاج، ملح وفلفل بس. انا بحط لها التتبيله بتاعتها كلها، يعني كل التوابل اللي عندي بحطها معاها، بتبقى حلوه قوي، بتدي نكهه حلوه بصراحه. بشرة جوز الطيب كده معاها برضو بتدي طعم حلو. نشوحها بقى تشويحه حلوه كده على النار. المكرونه بتاعتنا بقى خلاص كده ايه دخلت في السوا، خلاص هطفي عليها وابتدي بقى ايه اعمل البشاميل. معلقه زبده مع معلقه زيت ومعلقتين دقيق، اشوحهم كده على النار حلو. انا بحب اسوي دقيق، في ناس بتديله تشويحه وتدفع عليه، وفي ناس بتحب تسويه حلو. انا بحب طعم البشاميل مستوي الدقيق فيه. هشوحهم كده كويس مع بعض، يوم تقليبه كده حلوه مع بعض. ياخدوا لهم تقليبه كده لغايه لما بس ايه السمنه تبتدي تسيح. يبتدي بقى دي ايه يحمر كده. ما نكترش السمنه، يعني معلقه سمنه ومعلقه زيت. ما نحط السمنه كتير، انا بحط السمنه كتير بصراحه عشان الكوليسترول والدهون، فمش بحط سمنه كتير. هي معلقه سمنه ومعلقه زيت ومعلقتين دقيق كده بقى. خلاص الدقيق استوى اهو معانا، والبشاميل ابتدى يغلي معانا خلاص اهو. هنزل بقى ايه يعني اسيبه يتشوح شويه، عشان انا زي ما قلت لكم بحب الدقيق مستوي. انزل عليهم باللبن. لو عندك شوربه ممكن تحطي كوبايه شوربه، ما عندكيش شوربه يبقى ممكن تحطي لبن بس، زي ما بتحبي. بس هي الشوربه بصراحه بتدي طعم حلو برضو البشاميل اوي. هقلبهم كويس كده. كده خلاص ابتدى يغلي بقى والبشاميل يتقل كده معانا. تقل معانا البشاميل اهو خلاص. هبتدي بقى ايه احط له بس ايه التوابل بتاعته. انا ما لقيتش فلفل ابيض عندي بصراحه، انا بحط في البشاميل فلفل ابيض. ما لقيتش عندي فلفل ابيض فاضطريت احط فلفل اسمر وملح. في ناس بتحب تحط مرقه دجاج برضو، بس انا مش بحب مرقه الدجاج بصراحه. خلاص هنديله بس تقليبه كده وخلاص، يغلي بس كده ويتقل شويه كده. خلاص بقى اللحمه بتاعتنا خلاص استوت كويس اهي. هطفي بقى خلاص عليها.
انا بحب بصراحه، ولادي بيحبوا الاكل مستوي، يعني مش بيحبوا نص سوا، لازم الاكل كله يبقى مستوي. فبحب اسوي الاكل كويس عشان دودو بيحب الاكل مستوي شويه. كده خلاص البشاميل خلص وهدي شويه، احطه بقى نصه على المكرونه كده عشان يبقى الصوص زياده في المكرونه. في ناس مش بتحب تحط صوص البشاميل في وسط المكرونه، بس انا بحب احط الصوص في وسط المكرونه، بيبقى طعمه حلو. اديها تقليبه بقى كده. كده خلاص قلبنا البشاميل مع المكرونه، خد كده ايه كله ببعضه كده. نبتدي بقى ايه نحطه في الصينيه في البايركس كده. حطيته في البايركس، معلش التليفون فصل مني وانا اللي كنت بصور، معرفتش اصور الحته دي. حطيت خلاص البشاميل والمكرونه. حط بقى بقيه البشاميل اللي فاضل عندنا، نحطه بقى على الوش من فوق. سامحوني بقى لو كانت الصوره مهزوزه شويه، انا اللي كنت بصور، ما كنتش لاقي حد يصور لي، فانا اللي كنت بصور. كان عندي شويه جبنه بقى كده في التلاجة، طلعتهم شويه جبنه موتزاريلا على شويه جبنه شيدر على شويه جبنه رومي، الموجود عندك حطيه. دي بواقي الجبنه اللي كانت متبقيه عندي في التلاجة، بصراحه طلعتها كلها، كان اخرها بقى. بس كده زي الفل. يلا اللي مشتركش في القناه لايك وشير وشيروا الفيديو. احطها بقى يلا في البايركس كده اهوت، ودخلت الفرن تطلع احلى صينيه مكرونه. كده بعد ما خلصت اهي، نسيبها بقى تبرد. لو عايزينها تطلع خرطة مظبوطة وما تتفتفتش منكم، سيبوها تبرد. يعني اهم حاجة في المكرونة ما تقطعهاش وهي سخنة، هتسيبوها تبرد شوية تطلع الخرطة بخرطتها. بصوا كانت مستوية جميلة جدا اهي، وصوص البشاميل اللي غرقان فيها، والجبنة بصراحة كانت مدية طعم حلو قوي برضو فيها. بصوا مطة الجبنة هي مش باينة قوي فيها، بس